بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناتكم قناة حشاد الكترونيك. الريسيفر اللي معانا النهارده ريسيفر سكاي لاين اتش دي 3 اتنينات اي بلس، كمان يعني سكاي لاين ميني اتش دي 3 اتنينات اي بلس. الريسيفر ده كان فيه عطل خبيث شوية ورزل شويتين تلاتة، ان ما كانش فيه هنا اشارة، كان جاي الريسيفر قاطع اشارة. فعادي تأكدنا من الحاجات العادية اللي هي الاي سي اللي هو الاس 8035. اتأكدنا من دخول ال 12 ومن خارج ال 13 وال 18. طبعا طالما بيخرج على الرجل، يعني هو بيخش على رجل رقم واحد، بيخرج على الرجل رقم اتنين. طالما بيخرج يبقى عندي الرجل رقم سبعة بتقلب معايا عند ستة وسبعة وتمانية، هما اللي مسؤولين عن الإشارة بتاعته من البروسيسور، يبقى كده في تقليب. تمام. اتأكدنا من جهد التلاتة وتلاتة، إن هو جهد التلاتة وتلاتة تمام. يبقى كده في عندي مشكلة هنقوله جوه علبة التيونر. رفعنا علبة التيونر وقسنا التلاتة وتلاتة داخلة على اي سي التيونر تمام، يعني كده المفروض تبقى الدنيا شغالة. بعدين جيت اقيس الجهد على الابرة، هنا ما لقيتش. فكده تأكدنا ان في مسار الخرج من اي سي الاس 5 الاس 835 الى الابرة مش شغال. بمراجعة الخط بيبقى عليه مكثفات صغيرة شبه كده، الجزء ده كله شغال. المسار من هنا لقيت فيه مكثفين شورت تم رفعهم، برضو الجهد لسه ما وصلش. نضفت بقى تحت منهم كويس وبخربش، فخدت بالي ان المسار مقطوع. عوضت المسار بسلك كباري وركبت مكثفاتي ودنيتي، وجيت اقيس هنا الجهد، لقيت ان الجهد برضو مش طالع على الابرة هنا. اتضح ان في عندنا هنا اساسا بيبقى في مكثف اشارة واصل بين اي سي الاشارة اللي جوه علبة التيونر او اي سي الناخب والابرة هنا. عشان نعرف وظيفته هقول لك وظيفته ايه والتقسيمة دي ماشية ازاي، عشان برضو الناس المبتدئين يبقى عندهم خبر للحاجات دي، عشان الحاجات دي تبقى خبيثة شوية. عندنا هنا الإبرة بتاعت الطبق المفروض بيبقى طالع لها إما 13 فولت أو 18 فولت. نوسع كده الدنيا شوية. الإبرة هي بيبقى طالع لها 13 في حالة الرأسي و18 في حالة الأفقي. تمام قوي. بيجوا منين ال 13 او ال 18 دول؟ بيجوا من هنا من الاس 80 35، بيخرج معايا الاشاره كده عشان، او الجهد كده 13 فولت او ال 18 فولت عشان يطلع يغذي ال ام بي اللي فوق اللي عند الطبق. بالشكل دوت كده، ده الطبق بتاعنا، فيغذي ال ام بي ويرجع تاني هنا الجهد متحمل عليه الاشاره بتاعه العدسه ويخش هنا. بعدين عندنا جوه العلبة بتاعة التيونر في اي سي الاشارة نفسه او اي سي الناخب اللي هو بيخش له الاشارات دي. كده بنتكلم جوه علبة التيونر. تمام. تمام. هنا نازل معايا جهد 13 او 18، هو طلع للعدسة غذاها ونزل تاني، بس بقى محمل بإشارة. لو الجهد ده دخل هنا على الاي سي ده، الاي سي بيتغذى من بره ب 3 و3 فولت. لو دخل الجهد ده على الاي سي وهو نازل، الاي سي ده هيضرب في ساعتها. فبنيجي هنا بنحط مكثف اشاره بيبقى على التوالي كده، مكثف اشاره بيبقى على التوالي بحيث ان هو يكتم معايا الجهد ال 13 او ال 18، ما يدخلوش هنا، يعدي لي بس الاشاره اللي نازله من العدسه. والنقطه دي بيكون فيها التقاطع بتاع الجهد اللي داخل دوت والجهد اللي راجع. فهنا طبعا الجهد ده ما بيرجعش تاني عندي، هو بس السكه دي بيتكتم عند الاي سي وبتعدي الاشاره بس. فوجدت هنا ان عند المكثف ده كده في هنا تآكل او برضو مسار مش شغال كويس، يعني الجهد طالع معايا
بس في الرجوع برضو مفيش اشاره. لقيت هنا تآكل في المنطقه اللي هي دي، اللي بين الابره وبين الاي سي، ده بتبقى حته بسيطه جدا، فبرضو تم عمل كوبري ليها لحد ما توصل للاي سي ده. لما عملت الكوبري دوت، وكان في تآكل في مكان الابره كمان نفسه، من هنا نص التراك اللي جوه ده كمان مقطوع، تم التعويض بالكلام ده كله باسلاك والحامات. والحمد لله رجعنا شغلنا الريسيفر تاني، فالاشاره اشتغلت معانا. يبقى اللي احنا عملناه هنا او طريقه التتبع العطل دوت، التاكد من صلاحيه اس 8035 او الاس 83 ان وجد، او الجي اي سي ان وجد. ادي الثلاث اي سيات بتوع الاشاره، والتاكد من جهد 3 و3 ورفع علبه التيونر، والتاكد من توصيل او وصول جهد 3 و3 الى اي سي الناخب اللي جوه. وبعدين بتتبع المسار دوت، لو في قطع او شورت او حاجه بكمله، وبحاول اوصل الجهد ال 13 او ال 18 للابره. وبعدين جهد ال 13 او ال 18 ده بيطلع يغذي العدسه اللي راكبه على الطبق، وهو نازل محمل باشاره اللي جايه من القمر الصناعي، بيخش على تفريعه، التفريعه اللي هي جاي منها الجهد، وبعدين التفريعه اللي رايحه على اي سي الناخب اللي جوه علبه التيونر هنا. المفروض ان انا اكتم الجهد اللي ما يخشش 13 او 18 دي، ما تدخلش للاي سي، اللي يخش بس الاشاره. فبنحط مكثف اشاره هنا على التوالي، بيبقى مكثف سيراميكي صغير عشان يمنع الجهد، يكتم الجهد ويمنعه من المرور، فاللي تعدي بس الاشاره تخش للاي سي ويكمل بقى شغله جوه. ده بالظبط اللي حصل مع الريسيفر بتاعنا ده، والحمد لله اشتغل بعد ما كان جاي من عند فني. طبعا كان في شويه حاجات متبهدلين فيه، الحمد لله عملناهم. اتمنى من اخواتنا المبتدئين تكون المعلومه وصلت، وما تنسوناش من دعوه بظهر الغيب. شرفتوني.